في الفيديو ده هنجاوب عن اكتر سؤال بيعمل حيرة لناس كتير، واكيد انت احترت في السؤال ده قبل كده. اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو كمبيوتر تجميعة ولا لابتوب. الحيرة دي كلنا وقعنا فيها وكلنا بنقع فيها ولسه هنقع فيها، فتعالى كده نعرف واحدة واحدة انهي احسن وايه مميزات كل واحد وعيوبه، وهخليك في الاخر يعني ما تخرجش من الفيديو تايه، هخليك قادر ان انت تاخد قرارك ايا كان بقى الوقت اللي انت هتاخد فيه القرار. لان انت خلي بالك ممكن تاخد قرار دلوقتي هو ما يناسبكش قدام، وممكن قدام يعني انت تفكر في قدام بقى تقول انا هاخد قرار بقى يناسب، يعني هجيب لابتوب بقى عشان قدام انا ممكن اتحرك، تلاقي نفسك قدام ما عملتش ده، فتلاقي نفسك اللي هو ايه لبست في حيطه على الفاضي. فتعالى بقى نفهم واحده واحده، وهساعدك ان انت تاخد القرار بتاعك، وهقول لك مميزات كل واحد وعيوبه، وحتى وانت بتشتري الجهاز هقول لك تاخد بالك من ايه. يلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول حاجه هنتكلم عنها وهي اللابتوب. تعالى نتكلم عن كل حاجه فيهم، ايه مميزاتها وايه عيوبها، والقسم الثالث بقى من الفيديو هيبقى تشتري ايه ازاي. تعال نتكلم عن اللابتوب. ايه مميزاته؟ اول حاجه ان هو لابتوب ان هو بتقدر تاخده وتتحرك بيه في اي حته. فاول ميزه معاك اللي هي التنقل، ان انت واحد مش مرتبط بمكان، انت تقدر من اي مكان تتعامل عادي، ما عندكش مشكله في حاجه. تاني ميزه وهي ان كله متكامل في بعضه، انت لا محتاج تشتري شاشه ولا محتاج تشتري ماوس ولا محتاج تشتري كيبورد، انت بتطلعه من الكرتونه تستخدمه على طول. مفيش بقى اي اكسسوارات يعني ضروريه لتشغيله. اكسسوارات تانية انت هتجيبها هتبقى بتدلع نفسك، لكن فكره ان انت الجهاز يبقى واقف على حاجه، لا، هو انت بتطلعه من كرتونته وتشتغل على طول. الميزه الثالثه وهي المساحه، ما بياخدش مساحه، انت لا محتاج مكتب ولا محتاج سيت اب ولا محتاج اي حاجه، هو انت الدنيا خفيفه وسهله وسريعه، وطبعا انت عارف الكلام ده كويس. الميزه الاخيره ودي اللي محدش اتكلم فيها قبل كده، وهي ان هو مناسب لاي حد ما عندوش خبره. يعني انت واحد ما بيفهمش قوي في الهاردوير، ما بيفهمش في الكلام ده كله، وما بيعرفش يتعامل، لو قابلته مشكله او حاجه ما بيعرفش يتعامل، فاللابتوب في الحاله دي هو مناسب ليك. يعني الناس اللي هي خبرتها في المجال ده قليله شويه هو مناسب ليهم، لان هو هيبقى زي الموبايل كده، اللي هو انت بتجيبه وتشغله وانتهينا على كده. بيشتغل ازاي بقى؟ ايه لازمه القطع اللي جوه؟ طب اعمل ايه لو دي مش عجباني؟ طب انت مالكش دعوه بالقصص دي، انت بتجيب الجهاز وتشتغل عليه زي ما بتجيب الموبايل او التابلت او ايا كان. فهو مناسب للناس اللي ما عندهاش خبره. طيب كده احنا اتكلمنا عن المميزات، تعال نشوف العيوب بتاعته. واول عيب وهو عدم امكانية التطوير. يعني انت لو عايز يعني اخرك من الاخر في اللاب ان انت تحط رامة، انت تعلي المساحة وشكرا على كده. لكن انت عايز تغير بروسيسور، عايز تغير كارت الشاشة، مفيش الكلام ده، لان كل ده بيكون ملحوم على البوردة، وبافتراض حتى ان انت هتفك وتسخن على البوردة وتخلع البروسيسور وتعمل القصص دي، فانت محكوم بدايرة طاقة يعني ما تقدرش ان انت تديها اكتر من اللي هي تستحمله. يعني انت ما تقدرش مثلا البروسيسور بتاعك i5 انت تركب له i7، هيبقى انت ونصيبك، يا اما هيشتغل باداء قليل لان هو مش واخد الطاقه الكافيه ليه، يا اما ان هو مش هيشتغل اصلا او هتحصل كارثه في الجهاز بتاعك. فما فيش اصلا امكانيه التطوير. العيب الثاني وهو القيمه مقابل السعر. انت مهما كان اللابتوب هتلاقي دايما ان هو سعره، لو انت عملت بسعره ده تجميعه هتكون مواصفاتها احسن، هيكون ادائها احسن، ولكن انت بتدفع فلوس زياده شويه في مقابل المميزات التانية اللي اتكلمنا عنها من شويه. فانت مش بتدفع الفلوس دي مقابل الامكانيات بس. يعني انت الامكانيات دي لو جبتها في بي سي عملت تجميعه، فانت هتاخد اداء اعلى من اللابتوب، ولو هتاخد نفس المواصفات بتاعت اللابتوب فانت هتدفع فرق فلوس يعني اقل شويه. تالت عيب وهو التبريد. مهما كانت المراوح اللي موجوده في اللاب فهي عمرها ما هتكون زي التجميعه، زي الكيس. ليه؟ لان انت محكوم في مساحة اللاب نفسه، وحجم المراوح وعددها، حاجات كتير جدا وتحديات بتواجه الناس الشركات اللي بتصنع اللابتوب في ان هم يعرفوا يبردوه، لان انت عندك مساحة صغيرة، وفي نفس الوقت الشركات دلوقتي بتتسابق في مين انحف لابتوب، مين اصغر لابتوب، الكلام اللي زي ده. فان انت تعمل تبريد شبه التبريد بتاع البي سي في لابتوب ده مستحيل.
فدايما هتلاقي ان نقطه التبريد دي لصالح البي سي. وخلي بالك ده ياخدك للاداء برضو، لان الحراره لما بتعلى هو بيحصل حاجه اسمها ثروتلينج. يعني ايه؟ يعني البروسيسور والكارت الشاشه بيبداوا ان هم يلجموا نفسهم شويه، يقللوا التردد شويه، يعمل اندر فولت خفيف كده بحيث ان هو يسيطر على الحراره. لان انت الحراره لما هتعلى زياده عن اللزوم ده هيأثر على الجهاز نفسه وهيأثر على عمره الافتراضي، ففي بلاوي كتير هتحصل، ممكن كمان ان هو يبوظ اصلا. فالبروسيسور بيبدأ ان هو يعمل ثروتل بحيث ان هو يقلل التردد بتاعه فيسيطر على درجات الحراره. كده احنا اتكلمنا عن المميزات واتكلمنا عن العيوب. لمين بقى الجهاز ده؟ اللابتوب لاي حد طالب هو بيروح الجامعه، اي حد هو مش مرتبط بمكان هو عايز يتحرك، اي حد هو بيحب يعمل شغله بره، حد عايز حاجه شخصيه ليه بحيث ان هو يعني يبقى سهل عليه ان هو يشيله معاه، محدش يقدر ان هو يستخدمه مكانه او ان حد يقعد على الجهاز بتاعه. لان خلي بالك معلومه في السريع كده، انت مهما كنت عامل باسورد وعامل بتاع، لو بي سي وانا عايز افتحه هفتحه عادي. فلو انت واحد عايز يحفظ حاجاته بعيدا عن اي حد، اللي هو انا كده كده اللاب واخده في حضني ونايم، ف يعني اللاب هيكون مناسب ليك. اي حاجه تانية غير اللي احنا اتكلمنا فيها دي، فالبي سي ان انت تعمل تجميع هيكون مناسب ليك اكتر. تعال بقى ندخل على التجميعه ونشوف ايه مميزاتها وعيوبها. المميزات في التجميعه هي العيوب بتاعه اللابتوب. يعني اول نقطة كده ان انت عندك امكانية الترقية. انت دلوقتي عايز تحدث قطعة معينة، والله البروسيسور مش عاجبك، الرام مش عاجبك، ايا كان هتشيله ترميه تجيب غيره، ما عندكش مشكلة. تاني ميزة وهي التبريد اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية في اللابتوب. هنا ده بقى الوضع العكس تماما، لان انت في الكيس بتاعت التجميع انت تقدر تحط اي عدد مراوح انت عايزه، تقدر تحط تبريد مائي، وكنت عملت فيديو عن الموضوع ده قبل كده، يعني انصحك ان انت تشوفه، اللي هو الوضعيه السليمه لتركيب الليكويد كولر. انا انصحك ان انت تروح تشوفه. فكره التبريد في التجميعه بتكون اسهل بكتير وبتكون كفاءتها اعلى بكتير من التبريد في اللابتوب، وده هينعكس معاك في الاداء، لان البروسيسور هنا مش هيعمل ثروتل، هيبقى الموضوع يعني هيبقى مرتاح شويه واخد راحته، فقادر ان هو يسيطر على درجات الحراره من غير ما يقلل التردد بتاعه. فده معناه ان انت كل ما وفرت له تبريد كويس فانت هتاخد اداء منتظم ومستقر وما عندكش مشكله في حاجه. وتالت ميزه وهي الاداء مقابل السعر. انت تقدر بسعر مبلغ قليل شويه تعمل تجميعه كويسه تشغلك، اللي هو انت عشان تجيب نفس المواصفات دي في لابتوب هتدفع سعر ازيد شويتين. فدي كانت المميزات بتاعه البي سي. طب تعالى على العيوب بقى اللي هي المميزات بتاعه اللابتوب. اول عيب في التجميع وهو ان انت مش هتشيله على كتفك وتتحرك بيه، يعني الموضوع ده مستحيل، فانت مش يعني بتتحرك كتير، التجميع مش مناسبه ليك. تاني عيب وهو ان انت لازم تشتري له الاكسسوارات اللي تشغله، يعني انت لازم تجيب شاشه، تجيب ماوس، تجيب كيبورد، يعني بص تعمل السيت اب بتاعك بقى بحيث ان هو يشتغل اصلا. في اللابتوب لا، الوضع مختلف، انت بتطلعه من الكرتونه وتشتغل على طول، لكن هنا انت لازم تجيب الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تستخدمها عشان تعرف تشتغل على البي سي. العيب اللي بعد كده وهو البطاريه. ما عندكش بطاريه. صحيح انت هنا انت ممكن تحل المشكله بيو بي اس، ولكن دي تكلفه اضافيه عليك. وجود البطاريه هي مش فكره التنقل وبس، هي فكره ان انت بتحافظ على شغلك وعلى الجهاز بتاعك من لو الكهرباء فصلت فجاه او حصلت اي مشكله، فانت عندك فرصه ان انت تحفظ الشغل بتاعك. كتير نبقى قاعدين شغالين على حاجه وتلاقي الكهرباء قطعت فتلاقي اللي انت عملته راح. طبعا دي ميزه قويه جدا، خلي بالك في اللابتوب ممكن تخليك تروح لللابتوب. يعني ممكن حتى لو انت ما بتتنقلش كتير انت ممكن تجيب اللابتوب للميزه دي، ان انت مفيش حاجه اسمها ان الكهرباء تفصل فاللي انا بعمله يروح. فوجود البطاريه ده برضو يعني من العيوب بتاعه البي سي، وانت ممكن تتغلب عليها بان انت تشتري يو بي اس، ولكن زي ما قلت لك هي هتكون تكلفه اضافيه عليك. العيب اللي بعد كده وهو ان انت محتاج يكون عندك يعني اساسيات الهاردوير، بحيث ان انت جيت تنظف الجهاز مثلا، عايز تفك الرامه، عايز تروق على الجهاز كده، تبقى عارف انت بتعمل ايه. يعني مش معقوله كل ما هتحتاج تنظفه من شويه تراب ولا بتاع تروح توديه لحد، فلازم يكون عندك شويه اساسيات كده في الهاردوير. واظن ان انت طالما متابعني فانت عندك الاساسيات دي، يعني انت طالما حد شغوف بالمجال ده فاظن ان انت يعني الدنيا معاك تمام. ولو انت مش متابعني هزعل منك قوي يعني، فانزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان ما يفوتكش الفيديوهات اللي جايه. العيب اللي بعد كده وهو استهلاك الطاقه. انت دايما البي سي بيكون استهلاك الطاقه فيه عالي، ففاتوره الكهرباء ممكن تيجي عاليه شويه، ولكن ده بيكون بيساوي اداء عالي.
فاستهلاك الطاقه في البي سي بيكون اعلى بكتير من اللابتوب، اللي هو بيبقى غالبا في رينج 140 واط ولا حاجه. يعني اللابتوب انت لو جايب لابتوب كويس انت بتتكلم استهلاك الطاقه بتاعه بيبقى في رينج 140 بحد اقصى 200 واط. في يعني لابات بتزيد عن كده شويه، ولكن ده الرينج او المتوسط الطبيعي لللابتوب. في البي سي لا، انت الموضوع مفتوح معاك، انت بسم الله الرحمن الرحيم من 600 واط وانت طالع. فده طبعا بينعكس على الاداء. يعني كل ما استهلاك الطاقه كان اعلى فده معناه ان في قطع هي بتحتاج طاقة أعلى، فبالتالي أداء أحسن. طيب أنت دلوقتي بناء على اللي قلناه خدت قرارك بنسبة كبيرة. يعني أنت دلوقتي وليكن إن أنت قررت تشتري لابتوب أو قررت إن أنت تشتري تجميعة، إيه بقى تاخد بالك منه وأنت بتشتري أي حاجة من الحاجتين؟ تعالى أقول لك على شوية نقط كده وشوية حاجات تحطها في بالك وأنت بتشتري، بحيث إن أي قرار أنت هتاخده هيكون صح، ما تلاقيش نفسك لبست في حيطه. طبعا اللبسه الكبيره هي بتكون في المميزات والعيوب اللي اتكلمنا فيها من شويه. فانت ما ينفعش تبقى واحد ما عندكش اوضه اصلا في بيتكم وابوك مأجر الاوضه وتروح تجيب لي بي سي، دي انت اخدت قرارك وانت اضرب حالك. تعال بقى اكلمك تقنيا تشتري ازاي. ساعات كده بشوف ايه، لو هنتكلم عن نقطه اللابتوب، احنا هنمسك الاول نقطه اللابتوب بعد كده نتكلم عن التجميع. ساعات بشوف كده واحد حاطط سؤال مثلا في جروب ليه علاقه بالهاردوير ولا حاجه، يقول يا جماعه انا قدامي لابتوب ايا كان هو ايه، المهم ان البروسيسور بتاعه من فئه يو، واللي ما يعرفش فئه اليو دي هي فئه موفره في الطاقه، وان الكارت الشاشه الداخلي هو ام اكس بقى اي حاجه من اللي هي الحاجات اللي هي مش ار تي اكس او جي تي اكس، الحاجات اللي هي بتبقى مخصصه لللابتوب او مخصصه لاستهلاك الطاقه القليل. ولاقي ناس في الكومنتات بقى يقولوا له لا ده مش حلو، ابعد عن المعالجات اللي من فئه يو، ابعد عن كارت الشاشه الفلاني. طب انت سالته اصلا هو استخدامه ايه؟ ما يمكن هو واحد بيشتغل اوفيس واكسل وكلام من ده، يمكن هو واحد بيشتغل على الفوتوشوب كده شغل خفيف عادي، ايه المشكله؟ او بيشتغل حتى على الفوتوشوب شغل تقيل، بالمناسبه الفوتوشوب ما بيحتاجش امكانيات. هو واحد شغله يعني بيتطلب ان هو محتاج بطارية اكتر من فكرة الامكانيات. فكل جهاز موجود في السوق هو ليه الشخص بتاعه، ليه الاستخدام بتاعه. بمعنى ان انت هتجيب لابتوب من فئة البيزنس او اللابتوب اللي هي المعالجات اللي بتكون من فئة يو، فده مش معناه ان هي وحشة، لا هي معمولة للناس اللي مش فارق معاها الاداء قوي، ولكن فارق معاها عمر بطارية اطول، فارق معاها حرارة اقل. في ناس كتير بيكون ده غرضها من اللابتوب. فانا ما ينفعش اكون واحد بشتغل اعمال مكتبيه او بشتغل شغل خفيف واروح اشتري رايزن 9 وار تي اكس 4090 ليه؟ بعيدا عن التكلفه، بافتراض ان الاثنين متساويين في التكلفه. انت دلوقتي هتجيب لاب البطاريه بتاعته مش هتكمل معاك نص ساعه، طب ما انت كده ما فتنيش بحاجه. انا كواحد بشتغل الاعمال البسيطه دي انا مش محتاج الامكانيات، انا محتاج ان البطاريه تقعد معايا. ما ينفعش ان انت تسال حد او حد يسالك وتقول له ان اللاب ده حلو او وحش من قبل ما تساله استخدامك ايه، انت لازم تعرف هو هيجيبه يعمل بيه ايه. فما فيش حاجه اسمها اللاب ده حلو في المطلق واللاب ده وحش في المطلق، انت على حسب طبيعه شغلك بتحدد الفئه اللي انت هتروح لها. انت دلوقتي واحد عايز جيمنج وعايز مونتاج وعايز شغل زي كده، فانت ما ينفعكش اصلا المعالجات من فئه يو ولا كروت الشاشه اللي هي الام اكس والموفره للطاقه. انت لازم هتروح اللي هو تحسه بي سي صغير، تحسه بي سي محشور في لابتوب، اللي هو بتتكلم بقى في المعالجات اللي من فئه اتش، وبتتكلم عن كروت الشاشه اللي هي ار تي اكس. لكن لو انت واحد شغله خفيف فاوعى تروح اصلا للاجهزه دي، انت لازم تروح تجيب معالج من فئه اليو، لان انت محتاج البطاريه. انت واحد بيعمل برزنتيشن بيعمل اي حاجه فهو محتاج البطاريه بالنسبه له اهم بكتير من كارت الشاشه اللي انت بتتكلم عنه. فخلي بالك من النقطه دي، لان النقطه دي خطيره وناس كتير بتقع فيها، وكتير ناس بيكلموني ان هم جابوا لابتوب جديد والبطاريه بتاعته ما بتكملش. ابص على المواصفات الاقي ان اللابتوب ده اصلا مش موجه ليه، انت جبته بناء على ترشيحات واحد هو بيتكلم من وجهه نظره مش باللي مناسب ليك انت. فخلي بالك من النقطه دي، لان دي اخطر نقطه ودي فعلا اللي ممكن تلبسك في حيطه. تاني ملحوظه في شراء اللابتوب، اللابتوب عموما هو بيشتغل بالفول بريفورمانس او بالاداء الاقصى ليه لما بيكون واصل على الكهرباء. فما تستغربش لما تشتري لابتوب وتلاقي ان الاداء بتاعه مش احسن حاجه وانت شغال على البطاريه. ده شيء طبيعي جدا، ولازم ان انت طول ما انت بتضغط عليه وصله بالكهرباء. ونصيحه عامه
ايا كان نوع اللابتوب بتاعك، طول ما انت جنبك مصدر كهرباء وصله بالكهرباء. هتقول لي بس انا عايز احافظ على البطاريه ومش عارف ايه، انت اتكلمت قبل كده عن الموضوع ده. هقول لك ان البطاريه عشان تحافظ عليها فضيها مره كل شهر، يعني استخدمه كده على البطاريه مره كل شهر طول ما انت جنبك مصدر كهرباء. ما جنبكش مصدر كهرباء خلاص فانت مجبر على امرك يعني، ولكن بتكلم لو انت جنبك مصدر كهرباء استخدم مصدر الكهرباء. ملحوظه كمان تخلي بالك منها وانت بتشتري اللابتوب، وهو امكانيات التطوير. بمعنى ان في لابات كتير بتكون الرام ملحوم على البورده، فانت لو جايب لابتوب مثلا 16 جيجا رام وحبيت ان انت تعلي الرام بعد كده، مفيش الاوبشن ده. ففي لابات انت ممكن تحط في دماغك ايه، لو انت واحد يعني فاهم في الموضوع، ممكن تحط في دماغك اللي هو اللاب ده قدامي حلو، مواصفاته حلوه والرام والبروسيسور تمام كله تمام، بس الرام هي اللي عندي فيها مشكله، ان الرام مثلا 8 جيجا. فانت تقول خلاص انا هجيبه وبعد كده ابقى اطور الرام مش مشكله، وتكتشف بعدين ان الرام ملحوم على البورده، وان الامكانيات اللي عندك دي كلها انت مش قادر تستغلها بسبب ان الرام قليله. خلي بالك من النقطه الثانيه، وهي مداخل الام دي 2 او الام في ام اي او حتى الساتا. في لابات وفي لاب يعني هبقى اتكلم عنه تحديدا، هو من لينوفو. الام دي 2 اللي مستخدمينه هو مقاس مش موجود اصلا في السوق، فتكتشف ان انت بعد كده عايز تعلي المساحه بتاعتك، وليكن هو جاي لك ب 256، تلاقي بقى الام دي 2 ده مش موجود. اتصرف، روح بقى اطلبه من الصين، كلم كروشال تصنعه لك، اتصرف يعني. فليه تحط نفسك في الحطه دي وانت عندك بدائل تانية في نفس الفئه السعريه فيها امكانيات التطوير؟ فخلي بالك من النقطه دي، لان هي فعلا كارثه ومحدش بياخد باله منها وبتكتشفها بعدين. فيفضل ان انت قبل ما تشتري لابتوب اسمع له مراجعات كويس، خد رأي حد بيفهم في المجال ده، وممكن تتفرج على اللابتوب كبوردة لو انت فاهم فيهم. اتفرج على اللابتوب كبوردة من قبل ما تشتريه، يعني دور على الموديل اللي انت عايز تشتريه وروح شوف البوردة بتاعته وهو بيتفكك كده، اتفرج عليه وهو بيتفكك. يعني لو انت فاهم شوية في الهاردوير فانت هتقدر تحدد المداخل المتاحة في المذر بورد بتاعة اللابتوب، فاتفرج عليه وهو بيتفكك بحيث تقدر تحدد والله اللابتوب ده مناسب ليا ولا لا. ففي موديل من لينوفو انا مش متذكر الاسم بتاعه، وهو مغري يعني، بتلاقي ان سعره مغري وتمام موجود في السوق، بس هو يعني القصص دي كلها مش موجوده فيه. يعني هو حاطط لك ام دوت 2 مش موجود منه، ولاحم لك الرام على البورده، وفي موديل تاني حاطط لك سلوت رام واحده، فانت مش هتستفيد من الدول تشانل ده. الكلام ده لو دي دي ار 4، لو دي دي ار 5 فتمام الدول تشانل انت كده مش هيفرق معاك. بقول لك ايه، انا بدخل في تفاصيل مش وقتها، مش ده موضوع الفيديو. تعال بقى نتنقل على البي سي او نتنقل على التجميع. انت دلوقتي هتعمل تجميع، تخلي بالك من ايه؟ خلي بالك من الباور سبلاي، وخلي بالك من نفسك وانت راح تشتري عشان يعني ايه فلوسك ما تتسرقش. بس انا بتكلم بجد دلوقتي، خلي بالك من الباور سبلاي. الباور سبلاي هو اللي بيضخ الكهرباء لكل القطع بتاعه البي سي، فما تسترخصش فيه وما تبخلش عليه، الله يسترك ويكرمك ويعني ما يحوجك لحد. لا 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 والله، لا والله، اصل انتوا اكيد مش بتعملوا كده صح؟ اكيد بتهدوني. الله يسترك، ما تبخلش على الباور سبلاي. انت ممكن تجيب باور سبلاي اعلى بكتير من احتياجك، بس انت كده في الامان، وانت كده مأمن المستقبل، اللي هو انت حبيت تطور اي حاجه مش هتشغل بالك. لكن تخيل كده السيناريو ده، انت دلوقتي جبت تجميعه تمام، ولنفرض ان التجميعه دي طالبه 600 واط عشان تشتغل. طبعا 600 واط بحساب السبايك وكل حاجه، انا اتكلمت عن الموضوع ده في الفيديو بتاع الباور سبلاي، ولكن هنفترض ان انت محتاج 600 واط عشان تشغل التجميعه دي. تمام، جبت 600 واط وعملت التجميعه والدنيا تمام. جيت قدام بقى نونوت في دماغك ان انت عايز تبدل الرايزن 5 بالرايزن 7، او عايز تبدل مثلا 4060 ب 5070، ايا كان عايز تعمل اي تطوير في الجهاز، عايز تزود هارد يا سيدي. صحيح الهارد استهلاكه عبيط، بس يعني عايز تزود هارد، انت هتبقى قاعد بتحسب لها 1000 حساب، لان انت هتشتري البروسيسور وهتروح تشتري باور سبلاي تاني غير اللي عندك، فهتلاقي نفسك خسرت خساره ملهاش لازمه. فمن البدايه اهتم بالباور سبلاي، واهتم بالشركه اللي مصنعه الباور سبلاي. انا مش هدخل في التفاصيل بتاعه الموضوع ده لاني شرحتها قبل كده، ولكن خلي بالك من موضوع الشركه ده لانه مهم جدا، ومش اي باور سبلاي مكتوب عليه اي رقم واط تمشي وراه. فخلي بالك من الباور سبلاي. تاني حاجه تخلي بالك منها وهي الكيس. انا بتكلم في حاجات تبان ان هي تافهه شويه، يعني الطبيعي ان انا اقول لك خلي بالك من الرامه، خلي بالك من المذر، خلي بالك مش عارف ايه. وبالمناسبه هنتكلم في النقطه الثالثه عن المذر، بس يعني خلي بالك من الكيس، لان الكيس لازم تكون تهويتها كويسه.
انت لو جايب كيس تهويتها مش احسن حاجه، فده هيأثر على الاداء نتيجه الحراره والقصص اللي اتكلمنا فيها. فاتاكد ان الكيس بتاعتك الماتيريال بتاعتها كويسه وفيها تهويه مناسبه. وما اقصدش بالتهويه عدد المراوح، لان انت المراوح ممكن تزودها بعدين، ولكن اقصد تكون مش يعني شبك اللي هو مفتوحه، يعني تقدر ان هي في اير فلو او في تدفق هواء بيقدر ان هو يدخل جوه الكيس. تكون تهويتها كويسه، ما تجيبش كيسه مقفوله على بعضها كده ومكتومه وحالتها حال. يعني كيسه زي كيسات الاستيراد كده ابعد عنها. ما اقصدش كيسات الاستيراد بحد ذاتها، ولكن اقصد التايب ده او الشكل ده من الكيسات ابعد عنه. النقطة اللي بعد كده وهي انك تهتم بالمذر بورد. وممكن يبان الموضوع غريب شوية، ولكن كل الناس تقريبا هي بتفكر في الكارت الشاشة، بتفكر في البروسيسور، بتفكر في الرام، وبتنسى المذر بورد اللي هي هتشيل الكلام ده كله. طيب انت واحد دلوقتي ما بيفهمش قوي في الامور بتاعت الهاردوير دي، وعايز يعرف المذر بورد ايه، يعني المفروض اجيب مذر بورد ايه. هقول لك تهتم بدوائر الطاقة اللي على المذر بورد. بتلاقي حوالين البروسيسور كده في خط فوق البروسيسور وخط تاني جنبه عبارة عن مكعبات كده. مكعبات دي هي دوائر الطاقة. كل ما زادت عدد دوائر الطاقة كل ما ده معناه ان البوردة دي تقدر ان هي تستحمل اكتر، ان هي تقدر تستحمل معالجات اعلى، تستحمل سحب طاقة اعلى بمعنى اصح. فلو انت هتجيب بوردة مثلا من فئة الايه، فهنا انت مش هينفع تركب عليها رايزن 7 مثلا. لكن انت مثلا عايز تستخدم رايزن 7 رايزن 9، فانت هتجيب بورده من فئه البي. ولكن برضو خلي بالك في بوردات من فئه البي بتكون دوائر الطاقه بتاعتها ضعيفه، هتشوف برضو بورده تكون يعني دوائر الطاقه بتاعتها مناسبه للمعالج اللي انت هتستخدمه. انا مش عايز اتعمق قوي في النقطه دي، لان النقطه دي محتاجه فيديو لوحده، او مش فيديو، هي محتاجه مجموعه فيديوهات ان انا امسك المذر بورد كده واقول لك كل نقطه فيها تختارها على اساس ايه. لان يعني الموضوع كبير، خلي بالك مش فكره بورده هتجيبها تحط عليها المعالج وكارت الشاشه ويلا بينا وخلاص على كده. لان خلي بالك البورده هتاثر على الاداء، لان طبيعي جدا انت لو جايب بورده دوائر الطاقه بتاعتها ضعيفه وانت مركب بروسيسور عالي، فهي مش هتقدر ان هي تغذي البروسيسور بالطاقه اللي هو عايزها، وبالتالي انت هتاخد اداء اقل بكتير من اللي انت دافع فيه فلوس. فالمذر بورد مهمه جدا، ودول كانوا الثلاث حاجات اللي انت تركز عليهم: المذر بورد، الكيس، والباور سبلاي. والباور سبلاي في المرتبه الاولى. النقطه الاخيره وانت بتشتري التجميعه، وهي ان انت تحدد الميزانيه بتاعتك بناء على شغلك انت. يعني ما تروحش تحط اكبر ميزانيه معاك مثلا لكارت الشاشه وانت واحد بيشتغل شغل معتمد على البروسيسور، وما تعملش العكس برضه. فما فيش حاجه اسمها تجميعه مناسبه للكل، ما فيش حاجه اسمها مواصفات مناسبه للكل، الا لو انت جايب بقى كل حاجه ممكسها ده هنا وضع مختلف. ولكن ما فيش حاجه ثابته على الكل. فحدد ميزانيتك حسب رؤيتك وشغلك، طبيعة شغلك نفسها حدد الميزانية على أساسها. يعني انت لو واحد بيلعب فانت مش محتاج رام عالية، مش هتفرق معاك في حاجة. ولكن انت لو واحد شغال مونتاج فانت جزء كبير من استثمارك هيروح للرام. فهنا انا حبيت اديك مثال يبين لك ان في فرق في طبيعة استخدام الجهاز واللي على اساسه انت بتوزع ميزانيتك. فركز في النقط اللي قلتها دي بحيث ان انت تاخد قرار سليم وتجيب الجهاز اللي يساعدك في شغلك او في الاستخدام بتاعك. في ملحوظه كده كمان، انا نزلت فيديو خطير جدا ومهم جدا، واتمنى ان انت ما تكونش واحد من الناس اللي اتكلمت عنها في الفيديو. الفيديو ده هو موجود على قناتي الثالثه، واللي ما يعرفش انا عندي 3 قنوات. عندي قناه في الموسيقى، وعندي القناه دي، وعندي قناه ثالثه لسه عاملها جديده. هسيب لك اللينك بتاعه هيظهر لك في الاي اللي فوق. انصحك جدا ان انت تروح تشوفه، لان فعلا انت لو واحد من الناس اللي قلتهم في الفيديو فانت مستقبلك في خطر، وممكن تكون حياتك كلها في خطر. فخلي بالك، وانصحك جدا ان انت تروح تشوفه. اتمنى يكون الفيديو فادك. فلو عندك اي سؤال، اي تعليق، اي حاجه، سيبها لي في الكومنتات. بحب جدا على فكره ان انا اسمع تعليقاتكم، فسيبها لي في الكومنتات او اقرا تعليقاتكم. يعني شوف يا اخي، ربنا يبقى خالق لك عينين وتروح تسمع متنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.